معالجة الميدان ربيع جانب. الكرة من جديد. يعني اصبح جيدا ام لا؟ هنا الكرة من دفاعات نادي اهلي حلب. اللاعب احمد الاشقر تصل الكرة اللاعب البحر تصل من جديد. شوف تناقل للكرات بين لاعبي اهلي حلب في هذه المباراة. قد يقول البعض ان حلب اميز تحديدا من نادي تشرين ويطمح الدخول الى مرحله البلاي اوف، وهذا الشيء يعني قد يكون احدهم هنا البحر يحاول المرور البحر ولا شيء يقول حكم المباراه في هذه اللقطه. قريب الحكم من هذه الحاله. هنا كره تلعب من جديد الى امام منتصف الميدان ابراهيم الزين. الى اللاعب رقم 14 احمد الاشقر الى حسن دهان. حسن وصف الميدان. الاشقر يعود الكره من جديد. لاعبي نادي اهلي حلب وصل الى انس الدهان يمرر الكره الى الدهان الاخر. هنا كره زكريا يحاول الدخول زكريا ويلعب كره عرضيه. الكره الجميله المميزه ولكن تصطدم في الشباك من الخارج. اوفر جميل يا زكريا يا حنان. سلام من الشاكوش حامي علي نادي تشرين. هي الكرة الخطيرة الأولى للاعب ولاعبي نادي أهلي حلب. هي أخطر الكرات في الدقائق الأولى من عمر هذه المباراة. هنا الحكم يطالب بإسراع اللعب. الشاكوش يطالب بدخول المعالج. يدخل معالج نادي تشرين ام لا؟ اذا بالسلامه يا شاكوش. نحاول متابعه الصوت والصورة. نعتذر متابعينا الكرام وإن شاء الله يعني دقائق قليلة وتكون الأمور أفضل إن شاء الله بإذن الله تعالى. أكدوا لنا الآن أكدوا لنا إن كان البث جيدا من خلال الصوت والصورة متابعينا الكرام. أتمنى أن تكون الأمور الآن تحسنت. أكدوا لنا من خلال التعليقات جمهورنا الكريم ومتابعي هذه المباراة. أتوقع أن الأمور أصبحت أفضل مع هذه الدقيقة. ربما تم معالجة الأمر التقني من خلال البث المباشر لهذه المباراة. إذن نريد أيضا موضوع الصوت. إذن تلعب الكرة من دفاعات نادي تشرين. تلعب الكرة إلى منتصف الميدان. باسل مصطفى. شوف الكرات الخطرة. محاولة من جديد من اللاعب رقم 27 عماد الحمود. تصل لشارع الشاكر. وصل الآن خطرة والصهيوني يرتكب مخالفة لاعب نادي أهلي حلب على الصهيوني. كل التحية لكل من التحق بنا جميع المتابعين عبر التعليقات. الصهيوني الآن محمد الصهيوني الآن. الأمور أصبحت واضحة الصوت والصورة إن شاء الله. تلعب الكرة للتتان. عبد الله تتان ولكن شوف كيف زكريا حنان يستطيع يعني متابعة التتان
ولا يدعه يمر. ابراهيم الزين الى شاهر الشاكر. شوف المرور من شاهر، التقدم الاشقر الان. احمد الاشقر الى زكريا حنان. زكريا يلعب الكرة، ما زالت خطورية. البحر يلعب كرة إلى داخل العملية، تصل لها البحر من جديد ولكن تقطع من دفاعات نادي تشرين. إلى التتان، الخطورة حائمة إلى الريحانية، من زكريا الريحانية محمد. الريحانية يحاول أن يلعب هذه الكرة ولكن سهلة أيضا إلى مصطفى شاكوش. في كل مرة يلتقط الشاكوش عديد الكرات والخطورة. إذن الشاكوش إلى الحموي عماد. هذه الكرات لا يستفيد منها لاعبي نادي تشرين، وهو الشيء الذي قد يقول قائل أن تشرين يبحث عن التعادل في هذه المباراة. نادي أهلي حلب الفوز ربما يضمن له بشكل كبير وكبير جدا من ضمان التواجد ضمن الأربعة الكبار، وأنه هو يضمن بنسبة كثير كبيرة التواجد. يعني يمتلك أيضا مباراة وهو وصيف الدوري حاليا، لكن كلما تقدم إلى الأمام أكثر كلما كان أنفس. يعني اليوم عم نتكلم على تذهب إلى بلاي أوف وفي جعبتك 4 نقاط أفضل من يكون في جعبتك 3 نقاط. الريحانية يسدد هذه الكرة، تذهب الكرة إلى خارج أرضية الميدان. ركلة مرمى، هي تسديدة خجولة من قبل الريحانية لا يسبب بها الخطورة على مرمى الشاكوش. الكرة من جديد إلى لاعبي نادي أهلي حلب. هنا زكريا حنان. زكريا يلعب الكرة إلى الرواق الأيسر. إذا من جديد الكرة لحسن دهان. يلعب الكرة، الخطورة دائما بين البحر وحسن الدهان، ودائما ما يلعب له. التاني يلعب كرة لباسل مصطفى. جميلة هذه الكرة، باسل مصطفى يتقدم. باسل ومعه عماد. باسل يحافظ على الكرة، يلعبها من جديد. مميزة هذه الكرة لكروما. يلعب كرة عالية إلى البيريش يحاول ولكن ما زالت الخطورة، ولكن تبعد لهجمة أخرى لنادي أهلي حلب. شوف الدهان حسن يلعب كرة إلى أنس دهان. أنس الرقم 18. أنس يمر بطريقة جميلة. أنس يمر يلعب كرة، ما زالت خطورة قائمة ولكن أحمد يقف في موقف تسلل الثاني على لاعبي نادي أهلي حلب. شهبندر لم أقل النتيجة هدف، إنما النتيجة هي التعادل السلبي بين الفريقين، يعني مع محاولات خجولة خاصة من طرف نادي أهلي حلب الأميز خلال الدقائق الماضية. كرة هنا تلعب الحموي وشاهر الشاكر أقرب لهذه الكرة. شاهر الشاكر يلعبها إلى عبد الرزاق، إلى أحمد الأشقر. الريحانية إلى الخلف طريق إبراهيم الزين. إبراهيم إلى أحمد الأشقر. أحمد للدهان. أنس دهان يلعب الكرة إلى الريحاني ولكن تقطع. الضغط الثاني يعود للخلف ليستقبل الكرة. يلعبها من جديد. صحت زكريا يلعب كرة إلى عماد الحموي مع إبراهيم. عماد ولا إبراهيم ولكن تذهب الكرة إلى خارج أرضية الميدان. رمية جانبية لأصفر تشرين. صهيوني يلعب لباسل مصطفى. باسل يلعب المباراة وخطأ هنا بيرتكبه زكريا حنان. الركلة الثابتة التشرينية في هذه النقطة. شوف كروما يجهز نفسه للتسديد. ما سيسدد هذه الكرة. هي الركلة الثابتة الأولى لمصلحة تشرين. ربما يعني الركلة الثابتة هي السلاح الفريد وقد يكون الوحيد لنادي تشرين
من التسجيل في مرمى أهلي حلب الذي هو أميز خلال الدقائق 13 الماضية. ركلة حرة ثابتة لكروما وباسل مصطفى. الكروما ام باسل الكروما الان يلعب الكرة العالية والرأسية الجميلة جدا، ولكن تذهب الكرة إلى خارج أرضية خطورة. الحموي يسبب الخطورة للمرة الثانية. عماد الحموي ربما بديل اللاعب محمد لولو الذي يلعب بديلا عنه عماد الحموي اليوم. عم نشوف عماد عم يسبب الخطورة، أي الكرة الخطيرة الأولى لنادي تشرين في هذه المباراة الفعلية. يعني زكريا حنان عودة للاعبي أهلي حلب إلى إبراهيم الزين. إبراهيم إلى زكريا بيلعب لي الدهان. أنس يا أنس بيلعب لي البحر، بين أنس والبحر ومسألة الخطورة حائمة وتقطع من دفاعات تشرينية إلى الحموي. أيضا شوف الرأسية والاستماتة من زكريا حنان تصل من جديد. خطورة لأهلي حلب. الكرة من جديد تصل الدهان كرة عالية ورأسية. هذه المرة دفاعات نادي تشرين. مسألة الخطورة قائمة، ما زال الضغط الأهلاوي حاضر في هذه المباراة. شوف الكرة 1-2 مميزة ولكن تقطع. وزكريا علي زكريا يلعب كرة إلى الشاكوش الذي يبعدها ويبعد الخطورة جانبية، وكأن الشاكوش يعطي ملخص لما يحصل لنادي تشرين في الدقائق القادمة. تصل من جديد عبد الرزاق محمد يلعب إلى اللاعب إبراهيم الزين. كرة تقطع من جديد. التتان لا يحصل على الكرة. التتان زكريا حنان إلى شاهر الشاكر. تصل من جديد دفاعات نادي أهلي حلب. يصول ويجول ويتقدم. الخط الدفاع لنادي أهلي حلب أصبحت في خط الوسط، يعني استحواذ كامل بالطول بالعرض. يستحوذ نادي أهلي حلب على هذه المباراة. ها هو الدهان، أنس الدهان يلعب الكرة من جديد لحسن دهان. حسن لأنس. الدهان الآخر يلعب الكرة جميلة للريحانية، بجهز لنفسه الريحانية، يمرر الكرة والتسديد. هذه المرة خطورة من جديد وركلة ركنية، أولى الركلات الركنية لأهلي حلب في هذه المباراة. تسديدة جميلة من لاعبي نادي أهلي حلب. شوف الدفاعات تتقدم إلى الأمام يسببون الخطورة. كانت هذه الكرة من محمود العمر. الركلة الثابتة تلعب إلى داخل الصندوق. محاولة من جديد ولكن ركلة مرمى هذه المرة مبعدة من محمود البحر. السلامة يا محمود. إذا خطأ دفاعات كان لنادي تشرين. شوف كيف الريحانية بجهزها لمحمود العمر الذي سدد الكرة، ولكن تغالط وتذهب إلى ركلة ركنية، تذهب يعني على يسار الشاكوش. هنا الكرة منتصف الميدان. العمر من جديد. هناك يعني دخول لأحد أطفال جامعي الكرات. إذا سيستأنف اللعب بإسقاط. يستأنف الآن. إذا يستأنف اللعب. دفاعات نادي أهلي حلب يتقدم إلى الأمام. شاهد الأشقر أحمد الأشقر لعب كرة لعبد الرزاق محمد. عبد الرزاق الرقم 6. عبد الرزاق إلى الأشقر إلى الكابتن إبراهيم الزين. إبراهيم يلعب كرة للحنان بيمررها ولكن تقطع. أيضا إلى التتان عبد الله. التتان يلعب لباسل مصطفى. بيتركها للصهيوني.
الصهيوني، يدخل الصهيوني، يمر الصهيوني، ولكن تقطع هذه الكرة إلى جانبية أخرى لمصلحة نادي تشرين. يعني وإن كان أهلي حلب يستحوذ على المباراة، إنما هجمات نادي تشرين ربما تعطي اندفاعا. يعني كما نلاحظ في كل هجمة يتقدم تشرين يحاول أن يباغت ويسجل. تعليمات البركات استغلال يعني الاستحواذ، استغلال التقدم إلى الأمام. هنا باسل شوف كيف يعود إلى الخلف. باسل مصطفى يلعب عليه بيريش إلى الخلف. لاعبين تشرين إلى علي زكريا. علي يلعبها إلى الصهيوني ولكن بعيدة يا صهيوني. جانبية لنادي أهلي حلب. زكريا تصل من جديد. عودة إلى عبد الرزاق محمد. عبد الرزاق بيلعبها من جديد. إبراهيم الزين إلى زكريا حنان. حسن دهان. حسن ما زالت الكرة في اللعب لمصلحة أبناء الأهلي. أفضلية الآن تلعب إلى الدهان. حسن دهان. حسن يلعبها جميلة جدا لمصلحة اللاعب أحمد الأحمد، ولكن تقطع الكرة تصل إلى عماد الحموي. عماد بيلعب كرة للتتان. شوف كالعادة بيتقدم إلى الأمام. هنا الكرة مرفوعة إلى الجهة اليمين ولكن بعيدة. محمد خوجة. يعني محمد خوجة الآن شفنا بعد دقيقة 17 دقيقة 20 تقريبا. شاهدنا محمد الخوجة في هذه الدقيقة. إبراهيم الزين. إبراهيم الكرة في منتصف الميدان. تلعب من جديد لمصلحة اللاعب محمود البحر إلى المنتصف. عودة لأشقر. أحمد الأشقر. أحمد يمررها للدهان. يترك لزكريا الذي بيحاول يمررها ولكن تقطع من عبد الله تتان. عبد الله تتان وعماد الحموي أكثر لاعبين نشيطين من نادي أهلي حلب. الدهان. أنس من حسن. تقطع أيضا الكرة. ما زالت الخطورة الأهلاوية إلى الدهان. تقطع من جديد إلى التتان. عبد الله تتان. عبد الله يلعب البيريش على اليمين. البيريش متقدم. البيريش يحاول المرور. تقطع الكرة إلى من؟ هذه الكرة مرفوعة ويكسب ركلة ركنية هذه المرة لنادي تشرين. هي الأولى يعني ركنية هنا وركنية هنا. إذا هناك في ملعب الفيحاء في دمشق تقدم الوحدة على الفتوة بهدف نظيف. يحيى الكرك هو من يسجل هدف الوحدة الأول في مرمى الفتوة. إذا أولى أهداف الجولة العاشرة تحمل توقيع يحيى الكرك. أول أهداف هذا اللقاء. إذا هدف أول. شكرا للزميل معاذ المكري. هنا الكرة تلعب الركنية الأولى التشرينية. البحارة كرة عالية. الصهيوني أمن والكرومة. الكرة تلعب من جديد. الخطورة قائمة والريحانية يبعد هذه الخطورة. ما زالت الكرة حائمة. تشرين يتحرك ولكن هناك لاعب مصاب على أرضية الميدان. طلب المعالج. يعني الإصابة في الرأس دائما تكون خطيرة. لاعب نادي تشرين عماد الحموي. بالسلامة يا عماد. يعني شاهدت قبل بداية هذه المباراة بعمليات الإحماء. يعني مصاب في رأسه لكن الآن يقوم بالسلامة. بالسلامة يا عماد الحموي. نادي الوحدة يسجل هدفا في مرمى الفتوة يحيى الكرك. زميلنا معاذ المكري متشكر لكم من جديد على ارضية الميدان. يتواصل مع إذاعة دمشق. انا احاول دائما ما يعني او اريد خلوني اقول انا اريد بان يعني يكون هناك تنسيق تام بين جميع
الفعاليات الإعلامية في استاد النادي البلدي. لذلك أتواصل مع الجميع قدر المستطاع ونذكرهم بالاسم أكيد لمتابعة مجريات الدوري. الوحدة بهدف يتقدم على الفتوى، وأيضا هنا التعادل السلبي ما زال مسيطرا بين أهلي حلب وتشرين. هنا الكرة إلى الشاكوش، سهلة هذه المرة إلى مصطفى الشاكوش. تلعب الكرة من دفاعات نادي أهلي حلب إلى الأشقر، وصل إبراهيم الزين. الأشقر وإبراهيم الزين تبادل للكرات. زكريا حنا على اليمين والدهان. شوف الكرة تقطع من الصهيوني. الصهيوني يبعد الخطورة، ما زالت الخطورة حائمة ولكن تقطع هذه المرة. تعود للأشقر. كم مرة ذكرتك يا أشقر في هذه المباراة. هنا لزكريا حنان. زكريا بيلعب الكرة للدهان. حسن وأنس. أنس الدهان وحسن. كرة تعود لحسن هذه المرة. حسن الدهان. ما زالت الخطورة حائمة لأهلي حلب. على الرواق الأيسر عبد الرزاق لمحمد. عبد الرزاق تصل الأشقر. عماد الحموي أصبح جاهزا. نتمنى السلامة لعماد. هنا زكريا وخطأ عبد الله تتان بيرتكبوا على زكريا حنا. دخول الحموي بالسلامة يا حموي. والركلة الثابتة الأولى ولو أنها بعيدة نوعا ما لنادي التشريق لنادي أهلي حلب. الكرة من جديد. حسن دهان. إذا حسن دهان في التنفيذ وزكريا حنان. ربما تكون الخطورة لنادي أهلي حلب. إذا حسن دهان. حسن يلعب كرة داخل الصندوق وتقطع من الصهيوني. ما زالت الخطورة قائمة وحائمة. حسن الدهان من جديد. حسب يعمل زكريا. حنان يلعب كرة عالية هذه المرة. محاولة للخطورة قبل خروجها. باسل مصطفى يقطعها. تعود علي زكريا ايضا بيقطع هذه الكرة. بيتقدم علي زكريا. يلعبها الكرة الى عماد الحموي. 2 على 1. عماد بيلعبها من جديد الكرة. محاولة للتتان يسجل هذه الكرة. عبد الله تتان. هي الخطورة التشرينية مجددا. تلعب من جديد الكرة للدهان. يتقدم حسن الدهان بيلعبها الكرة. الخطورة حائمة من جديد. حسن الدهان. حسن بيلعب الكرة إلى رواق الأيسر. هناك لاعبي نادي أهلي حلب. الضغط من جديد. محاولة التقدم إلى الأمام الركنية الثانية إلى أهلي حلب. ثاني ركنيات أهلي حلب في هذه المباراة. إذا ثاني الركلات الثابتة والركنية الثانية لنادي أهلي حلب في هذه المباراة. شوف كيف أهلي حلب عم يتقدموا إلى الأمام. دقيقة 25 من شوط المباراة الأول. تعادل سلبي في هذه المباراة. جدد التحيات في كل من يلتحق بنا. هنا حسن دهان سيلعب هذه الكرة. حسن يلعب الكرة العالية ومحاولة للاعب المميز عبد الرزاق ولكن تقطع الكرة. البيريش ما زالت الخطورة. البيريش سلام يا بيريش. وهنا الخطأ للاعب رقم 18 أحمد بيريش. إذا اللاعب مصاب على أرضية الميدان والكادر الطبي لنادي تشرين يدخل إلى أرضية الميدان. إذا اللاعب بالسلامة للبريش. إذا أيضا أشاهد منظومة الإحالة والإسعاف. نتمنى السلامة لبيريش. هل يستطيع إكمال المباراة أم ماذا؟
الميدان بالسلامة. إذا البريش يخرج إلى خارج أرضية الميدان. نتمنى أيضا السلامة للبريش. ستلعب الكرة. هل سيكون هناك تبديل مع الدقائق القادمة الاضطراري لنادي تشرين؟ إذا تلعب الكرة من القطيع مصطفى، تصل لباسل مصطفى. باسل يلعب الكرة إلى الخوجة، ولكن تبعد جانبية تشرينية، يعني وكأن نادي تشرين أمضى الربع ساعة الأولى ثم يتحسن مردوده في العشر دقائق الماضية. هنا الكرة من باسل مصطفى أيضا تقطع. شوف كيف العودة إلى زكريا يلعبها من جديد مصطفى قطيع، يلعب كرة إلى باسل مصطفى. الممررة هذه الكرة الخطيرة ولكن سهلة إلى شاهر الشاكر. تلعب ويلعب للريحانية. يعني أهلي حلب لم يقدم حتى هذه اللحظة رغم سيطرته، يعني خلينا نقول السيطرة لا تعطي أفضلية مطلقة. البيريش عاد إلى أرضية الميدان بالسلامة يا بيريش. هنا الكرة تصل للاعب رقم 17 هناك أحمد الأحمد. هنا الكرة محاولة من الدهان، حسن ما زالت الكرة معاه. حسن سيلعب الكرة، حسن يلعب هذه الكرة ولكن تقطع من دفاعات تشرينية. ما زالت الخطورة قائمة. يسلقون الكرة عماد الحموي. عماد الحموي استحوذ على الكرة، كنترول مميز يا عماد بيلعبها من جديد إلى هناك كروما أم تتان عبد الله تتان. ما زالت كرة مع عبد الله تتان، يتقدم عبد الله تتان، لا شيء يقول حكم المباراة. تقطع من جديد زكريا حنان. يلعب الريحانية يلعب الكرة إلى مصلحة حسن داهان. من هناك على الرواق الأيسر أيضا تقطع تشرينية. تتحرك المباراة من جديد. المباراة أصبحت تأخذ منحى مختلف أفضل من الدقائق الماضية. هنا الكرة تعود تشرينية، مباراة جميلة. التتان التقدم من تتان أما اللاعب الخوجة. ما زالت الخطورة ولكن تقطع، يعني لم تكمل الهجمة التشرينية ولا مرة بطريقة كاملة. أيضا هنا الكرة تخرج إلى جانبية للبحار. تلعب الكرة لمصلحة لاعبي نادي تشرين ولاعبا على أرضية الميدان ومبعدة من لاعبي نادي أهلي حلب. برافو عليك يا ريحانية، نطمن على سلامة اللاعب. تلعب من جديد الكرة لمصلحة لاعبي نادي أهلي حلب. إبراهيم الزين، بيلعب لزكريا حنان. يتقدم زكريا إلى الأمام ومعه الدهان وزكريا. 1-2 جميل الدهان، ولكن شوف اللاعب المميز هناك حسن أبو زينب بالسلامة يا حسن أبو زينب بالسلامة. طبعا أنا صديق أبو زينب، يعني له صلة قرابة مع اللاعب حسن أبو زينب. هنا الكرة تلعب عالية، ما زالت الخطورة حائمة والتتان يبعدها إلى منتصف الميدان. الخطورة هنا إبراهيم، تصل الكرة من جديد لكروما لعماد الحموي، ولكن معه أكيد لاعب ومدافع عبد الرزاق محمد. دفاعات نادي أهلي حلب في هذه المباراة. تصل من جديد الكرة أهلاوية لمصلحة الخط الهجومي. هنا الكرة والمسدد للدهان، هذه المرة أيضا بعيدة إلى خارج أرضية الميدان. ركلة مرمى. كل التحية لجميع من يتابعنا عبر منصة نبض الملاعب وعبر صفحات الأندية وجميع الجمهور الكريم. تحية أيضا خاصة إلى الأستاذ الصحفي أستاذ يحيى
السويدي اللي عم يتابعنا اكيد نعتز بخبراتنا ايضا الصحفيه الاعلاميه، الكاتب والمحلل الصحفي ايضا في عدد من الجرائد والمواقف. نفتخر بابن يعني مدينه كفرنبيل. ونذكر البريش الذي عاد الى الملعب من جديد. اذا خطأ دفاعات نادي تشرين. امضى تشرين النصف ساعه الاولى، بل امضى 34 دقيقه. هذا ما كان يريده اديب بركات، لكن هل يستطيع المضي قدما وبهذه النتيجه ويبقيها على ما هي عليه؟ ويعني خلونا نقول مرضيه قبل لقاء الجوله الاخيره لنادي تشرين الذي سيكون مع نادي الطليعه يوم الاربعاء القادم. يعني هو اللقاء الوحيد المتبقي لتشرين. ربما يقول أنا آتي بنقطة هنا، أصل إلى النقطة 12 ثم أحصل على 3 نقاط، وربما تعلم الكرة المميزة العقدية، ولكن الكرة تذهب. يعني لم يستطيع اللاعب أحمد الأحمد أن يحسن استغلال هذه الكرة. يعني كان كنترول جميل بالبداية ولكن لم تستكمل. تصل لباسل مصطفى، أيضا زميلنا المعلق الغالي فاروق ابو همام، ايضا نرحب به ايضا عبر منصه نبض الملاعب وجميع الساده المتابعين. ايضا يعني اتمنى هذه رساله مني الى جميع الاخوه المعلقين نكون مع بعضنا البعض ان شاء الله مع التحديات المقبله والدوريات القادمه. يعني علينا يعني ان نجمع بعضنا بكل تاكيد ونتابع اكيد ونطور انفسنا. وهنا الكره المميزه، الهجمه المميزه هذه المره وايضا خارج ارضيه الميدان. هي كرة مجددا من محمود البحر ويأتي بالخطورة البحر في مواجهة البحارة، وحتى هذه اللحظة التعادل السلبي بين الفريقين. إذا ركلة مرمى بتنفيذ الشاكوش. أيضا يعني لابد أن أشكر أخوتنا في البث المباشر عبر صفحة نبض الملاعب، ونخص أخونا أكيد فادي المعري مخرج البث عبر نبض الملاعب. مشكور كل الشكر على التغطية. هنا حسن دهان، حسن دهان، حسن يحافظ على كرته، يلعبها من جديد، أيضا تقطع من بيريش. ما زالت الخطورة. المحمد عبد الرزاق محمد بيلعبها الكرة إلى اللاعب محمود العمر. محمود العمر شوف الشاكوش كده يخرج الكرة. الشاكوش على أرضية الميدان مصابا، وقد نشاهد يعني الشاكوش مصابا. ربما عمر خديجة حارس المرمى الاحتياطي يشارك. يعني الشاكوش يعني ايضا كان في المواجهة الماضية مع نادي حطين ايضا يعني شعر في التعب خلال المباراة. ربما اصابة قديمة على الشاكوش تؤدي الى ذلك الامر. هل هو تكتيك معين يعني ام ماذا؟ أبو البراء الغالي والجميع السادة المتابعين أكيد يتكلم أخونا أبو البراء. البارحة كان هناك حفل وكرنفال تكريمي لبطل وصيف دوري السوري الحر هنا في مدينة إدلب، نادي أمية ونادي خان شيخون، برعاية كريمة من سيد محافظ مدينة إدلب الأستاذ محمد عبد الرحمن، وبإشراف الكرنفال سيد حسام الترك مدير مديرية الرياضة والشباب في محافظة إدلب، وببث مباشر عبر نبض الملاعب الاستاذ فادي المعري. كانت البارحه اجواء مميزه بمباراه كرنفاليه ثم حفل التكريم. ولا بد ان اذكر ان المركز الاول نادي اميه والمركز الثاني خان شيخون يتاهلون الى مباريات الاكس مع دوري الشمال السوري. ايضا كان هناك جائزه للفريق المثالي نادي سرمدة، وجائزه الفرديه الجوائز الفرديه احمد الايوب نجم جبل الزاويه افضل لاعب صاعد، غازي حميدي افضل حارس نادي خان شيخون، ومحمد خوجة علي العزي مهاجم نادي فاز برصيد 23 هدف. اذا العوده الى المباراه، الشاكوش يعود، الشاكوش يكمل المباراه، تصل الكره الى الاشقر بيلعبها الكره مجددا لمصلحه حسن الدهان. حسن تصل من جديد الكره من هنا، التقدم الى الامام. حسن الدهان، حسن يحاول المرور حسن ولكن تقطع تشرينيه، تصل عماد الحموي. عماد الحموي ولا شيء يقول حكم المباراه وخطا.
إذا الحكم يعلن عن خطأ من هنا منتصف الميدان. هنا الكرة التي كانت يعني ممكن نشوفها في الإعادة، الكرة التي كانت من البحر إلى خارج أرضية الميدان. إذا البحر محمود البحر المهاجم المميز لنادي أهلي حلب، ولكن تذهب الكرة إلى خارج أرضية الميدان. إذا الكرة من منتصف الميدان، يقول حكم المباراة الكابتن مروان عواد. دقيقة 39. الصهيوني سينفذ هذه الكرة. الصهيوني بيلعب الكرة إلى التتان، بيلعب لباسل مصطفى. باسل ما زالت الخطورة، باسل مصطفى، باسل محافظ على الكرة، باسل ويكسب ركنية، الركنية الثانية لنادي تشرين. يعني تعادل سلبي على صعيد الأهداف وتعادل إيجابي 2-2 على صعيد الركنيات الحاضرة. شوف يعني الهدوء، أتكلم ربما عن طاقم التحكيم بعد يعني هذه الأجمة وفي أول توقف سأتكلم أكيد عن الطاقم التحكيمي المميز حتى اللحظة، ونتمنى له التوفيق في هذه المباراة. تلعب الكرة، الصهيوني الآن يجهز نفسه. تلعب الكرة العالية، ما زاد خطورة. التتان تقطع محاولة بهجمة لنادي أهلي حلب، ولكن تخرج الكرة واضحة الكرة من أحمد الأحمد. الصهيوني يلعب الكرة إلى عماد الحموي، أيضا تقطع من زكريا حنان. محاولة من جديد، خطأ على اللاعب البحر، يعني بيرتكبه اللاعب مصطفى قبطية. تصل الكرة إلى أحمد الأحمد. أحمد الأحمد بيلعب الكرة لزكريا حنان، ولكن تقطع من جديد من أبو زينب حسن. تصل الكرة ما شاء الله على عبد الله تتان، بيلعبها الكرة المنتصف خالي. شوف تناقل الكرات، عماد الحموي. تصل من جديد لكروما. كروما بيلعبها الكرة ولكن تقطع من الدفاع. تصل الكرة أهلاوية على الرواق الأيسر، أهلاوية الآن. شوف محمود العمر يمرر الكرة محمود هذه المرة وتذهب إلى خارج أرضية الميدان. ركلة مرمى. طاقم تحكيم هذه المباراة بقيادة الكابتن مروان عواد، حكم درجة أولى من 2016 ومرشح للائحة الدولية من عام 2018. قاد عدد مباريات في الدوري السوري، أهم نصف نهائي كأس الجمهورية 22-23. أيضا محامي أستاذ، هو أستاذ في الحقوق، ما شاء الله حقوقي الكابتن مروان عواد. الكرة من جديد، نتابع هذه الكرة والمسددة من الذهاب أيضا من خارج أرضية الميدان. الكابتن فادي محمود مساعد أول حكم دولي من 2016 ونخبة حكام آسيا منذ 2019، وقاد الكثير من مباريات الدوري السوري وعديد المباريات في كأس الاتحاد الآسيوي وتصفيات كأس العالم ودوري أبطال آسيا. الحكم المساعد الأول دكتوراه في الحقوق ما شاء الله. أيضا الكابتن المساعد الثاني هاب البروك، حكم درجة أولى منذ 2018 في الدوري السوري الحر، وقاد عديد من المباريات وأهمها نصف نهائي كأس شهداء سوريا 22-23. ورابع حكم الرابع عن غيث الداموش المشهور، حكم درجة أولى منذ 2016 ومرشح للائحة الدولية منذ 2018 وعديد ديربيات الدوري السوري الممتاز وخريج أيضا كلية التربية الرياضية ما شاء الله الكابتن غيث. هنا الكرة تعود للدهان، حسن الدهان، ما زالت كرة مع حسن، يتقدم إلى الأمام. حسن يحاول المرور وتقطع من البيريش ودفاعات نادي تشرين إلى منتصف الميدان. كابتن الأستاذ يوسف فريدو مراقب أو مقيم حكام، والمراقب العام الأستاذ رمضان إبراهيم أبو مناف. أيضا تحية الأستاذ يوسف فريدو وهو عضو لجنة الحكام الرئيسية في الاتحاد السوري لكرة القدم. يلعب في الدقائق الأخيرة الهواش. الكرة من جديد تصل الدهان يلعب الكرة ممررة، الخطورة قائمة ما زالت حائمة. البيريش تقطع باسل مصطفى، ما زالت كرة مع باسل بيلعب الكرة من جديد مميزة إلى التتان، عبد الله تتان بيلعب كرة للخوجة، مع باسل تقدم الخوجة إلى باسل مصطفى، باسل مررها، جميل الكرة هذه ممررة ولا أحلى، لا تسلل في هذه اللقطة ومسددة من الخوجة
أم كروما، وكلاهما واحد يبحث عن المجد لنادي تشرين في هذه المباراة. هنا الحكم يقول إعادة استئناف وإعادة لعب الكرة بشكل مثبت يا شاهر الشاكر. شاهر الشاكر يلعب الكرة لإبراهيم الزين، نلعب في الدقيقة 44. الريحانية إلى حسن دهان، تقطع عبد الله تتان، يتحرك تشرين الحموي. أداء تشرين أميز من أداء محطين في اللقاء الماضي. هنا الكرة ولكن سوء تفاهم بين الحموي وبين الخوجة. تصل التسعة البحر، محمود البحر على الجهة اليسار، محمود بيلعبها بالجديد، مقدم الكرة، ما زالت الكرة أهلاوية، بيلعبها للبحر ولكن ساري إلى الشاكوش حامي عري نادي تشرين في هذا المباراة. إذا ننتظر كابتن غيث ما هو الوقت البديل. يعني لقاء سريع نعم، شاهدنا توقف مرتين للشاكوش ومرة للبيريش، فربما قد يصل الوقت إلى 3 دقائق كوقت لدى الضائع. نتابع ما الذي سيشره الحكم الرابع. هنا الكرة ومرة للاعب المميز أحمد الأحمد، ولكن تقطع الكرة وركلة مرمى. طالبة في الركنية الكادر الفني للاعب نادي أهلي حلب. الآن جمهور قليل يحضر هذه المباراة نادي أهلي حلب. هنا الكرة من جديد إلى الصهيوني. يلعب كرة للخوجة، محمد خوجة إلى الخلف، البيريش، علي زكريا. ما زالت الخطوة إذا 3 دقائق كما توقعت. الوقت البديل 3 دقائق بدلا عن الضائع. هنا علي زكريا المباراة خالية أيضا من الإنذارات. تعادل في الركلات الركنية، تعادل في نتيجة المباراة. هنا ريحانية، خطورة مجددا أهلاوية، محاولة من جديد من 14. التقدم للأهلي ولكن تبعد الكرة والحكم يقول جانبية. إذا أحمد الأشقر كان في تقدم واضح لنادي أهلي حلب في هذه اللقطة. إذا الحكم يقول استئناف اللاعب من بيريش، جانبية. إذا نتائج المباريات الأخرى، هناك الوحدة متقدم بهدف ليحيى الكرك في الدقيقة 21، والطليعة يباغت الكرامة بهدف. هنا الكرة تعود للدهان، يمرر الكرة المميزة والخطورة القائمة وسهلة إلى حارس المرمى. إذا الدقيقة 35 تحمل هدف للطليعة في مرمى الكرامة، على عكس المتوقع يسجل الطليعة هدفا في مرمى الكرامة. الطليعة الذي يطبع في المركز الثالث 16 نقطة، الفوز يصل للدقيقة 15 من الكرة الممررة وحارس المرمى. 3 دقائق أخيرة نارية مضت منها دقيقة ونصف. إذا الكرة للشاكوش، هدفا للوحدة في مرمى الفتوة في ملعب الفحار في دمشق، وهدفا للطليعة في مرمى الكرامة في ملعب الحمدانية في حلب. هي النتائج الحاضرة، هدفين فقط في 6 مواجهات، لا شيء يقول حكم المباراة. تصل الكرة لشاهر الشاكر، لمصلحة أحمد أشقر. شوف الكرة، هل هي الدقيقة الأخيرة تحمل في طياتها شيئا مميزا لأهل حلب، لكن تقطع هنا. مجددا الكرة إلى اللاعب المميز يعني عماد الحموي، يفاجئنا يعني أزال القناع. تعود الكرة إلى حسن الدهان، حسن الدقيقة الأخيرة والهجمة الأخيرة والثواني الأخيرة. حسن الدهان يمرر الكرة، ما زالت الخطورة والركلة الحرة المباشرة التي ربما تكون الأخيرة في هذا الشوط. هل تمر بسلام في مرمى الشاكوش أم تكون هدفا أولا لنادي أهلي حلب في هذه اللقطة؟
نتابع هذه اللقطة. إذا لنتابع الركلة الثابتة. مشاهد زكريا حنان ومشاهد الريحانية ومحمود أبو أحمد نشقة وأيضا الداهان، لكن الأقرب زكريا والريحانية. الأقرب زكريا والريحانية. دعونا نتابع. الكرة من الريحاني ولا زكريا؟ زكريا يسدد هذه الكرة، تصطدم بحائط الصدوة. الآن الحكم أكيد ما تأخر ليعلن عن نهاية شوط المباراة الأول. تعادلا سلبيا. هذه حلب تشرين. لا تذهبوا بعيدا، ربع ساعة إن شاء الله نبقى معكم في الصورة ونتوقف عن الصوت. كل الشكر متابعينا الكرام، ربع ساعة ونعود إليكم من جديد.
متابعينا الكرام شوط المباراة الثاني، المباراة التي تجمع أهلي حلب وتشرين ضمن الجولة العاشرة من الدوري الممتاز لكرة القدم. انتهى شوط المباراة الأول بالتعادل السلبي بين الفريقين، أفضلية هنا وأفضلية هناك، كان هو عنوان شوط المباراة الأول. الآن شوط المباراة الثاني يبدأ أهلاوي بامتياز، وحاول التسجيل مبكرا، هو حسن الدهان يحاول المرور وخطأ بعنه حكم المباراة الكابتن مروان هنا. إذا عودة إلى شوط المباراة الثاني، من سيسجل؟ كان شوط المباراة الأول محفوفا بالمخاطر هنا وهناك، التعادل السلبي هي نتيجته. جميع لاعبي الدكة كان حلب وتشرين يجهزون أنفسهم للإحماء. هنا الحكم يعلن عودة اللاعب إلى يعني المكان المخصص. المكان المخصص البريش. الحكم لا تعديل على تشكيلة الفريقين. إذا الآن الكرة بتوقيع وبتنفيذ حسن دهان. حسن دهان، حسن سينفذ هذه الكرة وهذه المخالفة مع الدقائق الأولى من شوط المباراة الثاني. حسن دهان يلعب هذه الكرة وحارس المرمى يبعد الكرة. عمر خديجة الذي يبعد هذه الكرة. هنا الكرة ممررة، ما زالت الكرة بين تشرين وبين أهلي حلب. الهدف يقترب. باسل مصطفى يمرر الكرة، محاولة مجددا من هناك ولكن مبعدة من شاهر الشاكر. إذا عمر خديجة هو من البديل الأول، حارس المرمى. الشاكوش لا يستطيع إكمال هذه المباراة، هي الركنية الثالثة لنادي تشرين الأولى في شوط المباراة الثاني. إذا الكرة التشرينية، محاولة، هل يستطيع تشرين يعني أنهى نصف المهمة تشرين؟ التعادل السلبي، خرج في شوط المباراة بالتعادل السلبي. هنا الكرة تلعب تشرينية الصهيوني عالية لداخل الصندوق، تقطع مرة أولى ومن ثم مرة ثانية وما زالت الخطورة ولكن خطأ للاعبي نادي الأهلي. ربما أذكر نتائج الشوط الأول. الوحدة يتقدم بهدف لتوقيع الكرك على نادي الفتوة في ملعب الفيحاء في دمشق، والطليعة والكرامة هدف بهدف. هنا الكرة مجددا لنادي حلب، محاولة المرور. الأهلاوي يتقدم إلى الأمام، يحاول التمرير. حسن الدهان إلى أين يا حسن؟ هذه الكرة من حسن الدهان إلى خارج أرضية الميدان. إذا التعادل الإيجابي، الكرامي والطليعة. سجل الطليعة في 35 ثم مع الدقائق الأخيرة سجل سامر خاكان. الدقائق لا تعرف هدف التعادل لنادي الكرامة في ملعب الحمدانية في حلب. وجبلي يتقدم على الجيش في ملعب حماة البلدي بهدف بتوقيع أحمد خليل مع خلال ونهاية شوط المباراة الأول. الآن جميع هذه المباريات بدأت شوط المباراة الثاني. هنا التعادل السلبي، نريد أهدافا في هذه المباراة لتشرين أو لأهلي حلب. ما يميز هذه القمة الأهداف. هنا الريحانية، يتقدم الريحانية، يدخل الصندوق العمليات. الريحانية حسن ما زالت الخطورة مع حسن، يلعب الكرة عالية إلى من هذه يا حسن؟ إلى خارج أرضية الميدان. رامي جاني. الكرة من جديد لمصلحة لاعبين تشرين. باسل مصطفى سأل إلى الحارس شاهر الشاكر، يمررها إلى إبراهيم الزين. مجددا أصبح هناك أيضا محمود العمر وأحمد أيضا. هنا الكرة الدهان، حسن دهان الكرة مع حسن، يحاول التمرير، يقطع كروما هذه الكرة، تصل من جديد. أحمد أشقر إلى الخلف، إبراهيم الزين. عبد الرزاق المحمد يحاول من جديد، تصل لها الكرة لمحمود العمر، محمود لمحمد، من العمر إلى المحمد إلى الزين إبراهيم.
تصل الكرة لمصلحة أحمد أشقر، تصل مجددا هناك لليمين، محاولة التقدم ولكن حارس المرمى هنا عمر خديجة. إذا نقطة هنا ونقطة هناك من بقية المباراة على ما هي عليه. أيضا نقطة للكرامة، يبقى الترتيب إلى حد ما نفسه. الذي يتصدر أكيد نادي الكرامة قبل بداية هذه المباراة 21 نقطة، أهلي حلب 16، وحدة 16 مع تبقي مباراتين، وثلاث 14، 13 مع تبقي المباراة، طليعة 12، 20-11 هنا الكرة الممررة الخاطرة، أوفسايد أوفسايد أوفسايد. الفتوح في المركز الثاني ب 11 نقطة، الجيش في المركز التاسع ب7 نقاط، الشعلي في المركز العاشر ب7 نقاط و6 نقاط لكل من جبلة والشرطة في المركزين 11 و12 على التوالي. يطالب الحكم الرابع بموضوع الوقت. إذا هناك يعني إصابة وبالسلامة للاعب نادي تشرين على أرضية الميدان، لاعب نادي أهلي حلب في هذه اللقطة. إذا في يعني هذه المباراة الاستئناف الآن هنا يرفع الكابتن وأنا عواد الوقت أعطيكم إياه يا نادي أهلي حلب. يعترضون أكيد في كل مرة، يعني ربما نادي تشرين أدي بركات يحاول من خلال شوط المباراة الثاني كما بدأ شوط المباراة الأول مضي ربع ساعة بنتيجة التعادل السلبي لكي يتحسن أداؤه ومردوده كما شاهدنا في شوط المباراة كيف وربما يخطف هدف الفوز في هذه المباراة. وصل الكرة دفاعات وهجوم نادي تشرين، هنا الممررة للبيريش، البيريش يتقدم، الخطورة حائمة، تصل لأحمد الأحمد، أحمد الأحمد يلعب كرة ممررة من هناك أيضا تقطع، تعود لمصلحة لاعبي نادي البحر وخطأ، ومنتصف الميدان محمود البحر. لا إنذارات في هذه المباراة، لا إنذارات في هذه المباراة حتى هذه اللحظة. إذا الفريق الطبي نادي أهلي حلب بالسلامة لمحمود البحر. محمود البحر على أرضية الملعب مصابا، يعني نادي تشرين سيبقى في المركز يعني السابع، يرفع رصيده إلى نقطة ليصل إلى نقطة 12، وحاليا في المركز ال11 قبل بداية هذه المباراة. واللقاء الأخير لتشرين مع الطليعة يوم الأربعاء القادم، لقاء الجولة الأخيرة، ربما تخدم بقية النتائج. أما أهلي حلب الذي لديه مباراة مؤجلة مع نادي الوحدة سيصل إلى نقطة 17، ما زالت أموره سليمة، لكن يريد نادي أهلي حلب أن يتقدم على سلم الترتيب، أن يضمن الأول أو الثاني، وهذا الشيء ربما يضمن من خلال هذا اللقاء ولديه مباراة مؤجلة. هنا الكرة عالية ولكن تذهب إلى خارج أرضية الميدان، ركلة مرمى. إذن الكرة تلعب، إذن السلامة يا محمود البحر، السلامة يا محمود. نشاهد أيضا تبديل قادم لنادي
اهلي حلب تبديلين، ربما الهواش عم يجهز لتبديلين. كرة تلعب تقطع من اللاعبين. هنا الكروما الكروما بيلعب باسل مصطفى. باسل مصطفى يلعب ايضا مجددا الكرة وخطأ لمصلحة لاعبي نادي اهلي حلب. ايضا تشرين عم نشوف لنادي تشرين ياسر كردغلي عم يجهز نفسه. لاعبي نادي اهلي حلب ايضا وشاهد رأفت مهتدي، وشاهد ايضا لاعب اخر حمزه يشاهد ايضا هذه الكره. مجددا الكره مسدده ولكن تخرج. ركله مرمى في الشباك من الخارج. محمود النايف ايضا عم يجهز نفسه. التبديلات نبدا باهلي حلب. اولا اللاعب رأفت مهتدي، اللاعب رقم 16 رأفت مهتدي بدلا عن اللاعب محمود البحر، واللاعب رقم 8 محمود النايف. اذا الصهيوني يخرج من هناك، الصهيوني، والبديل ياسر كردغلي. خروج الصهيوني ونزول الكردغلي تشرين، والنايف يجهز نفسه بخروج الريحانية. إذا محمود النايف. الآن تغير الهجوم الأهلاوي، الآن النايف ومهتدي رأفت. هل يستطيع أحدهما خطف الأضواء في هذه المباراة وخطف نقاط المباراة، أم ستبقى النتيجة على ما هي عليه لا أهداف في هذا الاستاد؟ وكأنه محكوم على نادي تشرين أن لا يسجل ولا يسجل عليه في هذا الملعب. الكرة تعود إلى منتصف الميدان إلى حسن دهان. حسن بيلعب كرة، شوف التمرير، التقدم من الأمام، محاولة كرة عرضية ولكن تقطع من حسن أبو زينب إلى خارج أرضية الميدان، رمية جانبية. كرة من جديد، الحكم لا يقول عن شيء. أهلاوية الكرة، أهلاوية، محاولة المرور، الخطورة قائمة وحائمة وأيضا مبعدة من حسن أبو زينب إلى خارج أرضية الميدان، رمية جانبية. جانبية من جديد. تلعب الكرة لمصلحة لاعبي نادي الأهلي، كرة مرفوعة عالية ايضا تقطع، تعود لعماد، لكن شوف اللاعب رقم 6 المميز عبد الرزاق محمد. اذا هنا الكره تقطع، التتان عبد الله يبقيها في اللاعب لباسل مصطفى، سوء تفاهم. تعود الى الثمانية النايف، اللمسه الاولى للنايف محمود، بيلعبها للاحمد، الخطوره ما زالت مع الاحمد، ولا شيء يقول حكم المباراه، لا شيء يقول. كان في لقطه انفراده، يحاول زميل المخرج فادي أن يعيد هذه الكرة وسط مطالبة بركلة جزاء للاعبي نادي أهلي حلب في هذه المباراة. أيضا نشاهد يعني لاعب نادي تشيل القطيع هنا الكرة تلعب لحسن ومحاولة والتسديد وسهلة إلى حارس المرمى عمر خديجة. حارس المرمى عمر خديجة يتألق، أهلاوي أخطر. الآن نلعب في الدقيقة 58. نعم، إذا ربع ساعة مضت وهو ما يريده دي بركات، لكن ما هي خطة البركات في الدقائق القادمة؟ هنا حسن يلعبها للدهان الآخر، يحاول العرضية ولكن تقطع من دفاعات نادي تشرين من القطيع مصطفى. هنا الكرة، شوف المطالبة، هل هناك خطأ؟ اترك ذلك للسادة المتابعين. هناك يعني فرصة انفراد تام، ربما تصل التقديرات إلى البطاقة الحمراء. هناك اعتبارات معينة أكيد الكابتن مروان قريب من هذه الحالة. بالتوفيق للكابتن مروان وطاقمه في هذه المباراة. ركنية ثالثة أهلاوية
والدان محاولة ولكن تقطع ركلة جزاء. لا، هناك ركلة جزاء، ركلة جزاء. باسل مصطفى تلمس الكرة بيده. الآن ركلة جزاء باسل مصطفى تلمس الكرة بيده. قفز خاطئ لباسل، الكرة ممتدة، إما هو أو أيضا اللاعب أبو زينب. خلينا نشوف ربما لقطة الإعادة. إذا ركلة جزاء الأهلي في فرصة للتقدم في الدقيقة 61. ركلة جزاء عمر خديجة على أرضية الميدان. بالسلامة يا عمر. إذا الآن ركلة جزاء لنادي أهلي حلب ربما تعطيه أول أهدافه في هذه المباراة، وسبق وأن فاز على جبلة بهذا الهدف، إنما يعني يفوز قانونيا 3-0 لانسحاب فريق جبلة وعدم استكماله تلك المباراة في الجولة الماضية. هذا القرار صدر اليوم. اللولو يجهز نفسه لتشرين البديل، لكن دعونا أولا نتابع ركلة الجزاء. إذا التبديل محمد لولو رقم 22، خروج للاعب رقم 99 لنادي تشرين باسل مصطفى، ونزول لمحمد لولو. إذا ربما نعيد اللقطة. إذا خروج لباسل مصطفى. إذا لنتابع ركلة الجزاء، لنتابع ركلة الجزاء. عمر خديجة حارس المرمى وحسن دهان. هل يسجل حسن أول أهداف هذا اللقاء؟ إذا حسن دهان أم عمر خديجة؟ حسن أم عمر؟ حسن وفرصة هدف التقدم الدقيقة 63. حسن يا حسن، الشاطر حسن. هل يسجل لأهلي حلب الهدف الأول في هذه المباراة، الهدف الغالي الذي سيغير من سيناريو المباراة في الاستكمال؟ حسن دهان، حسن دهان يسجل على يسار عمر خديجة أول أهداف هذه المباراة. حسن دهان ركلة جزاء يسجل كما فعلها سابقا في جدة. يسجل حسن دهان الهدف الأول في هذه المباراة. ركلة جزاء ناجحة على يسار عمر خديجة الذي ارتمى إلى اليمين. هدف غالي سيغير أكيد من سيناريو المباراة. الدقيقة 63 من عمر هذه المباراة. والدهان صديق نادي أهلي حلب، فخر جمهور نادي أهلي حلب. يسجل حسن دهان الهدف الأول في هذه المباراة، المباراة التي ستتغير طابعها مع قادم الدقائق. واحدة لحلب، لا شيء لتشرين. استئناف اللعب الجديد، هدف لنادي اهلي تشرين. ماذا ستفعل يا هذه البركات؟ الهواشي ارتاح نوعا ما بعد هذا الهدف. هنا الكرة ممررة، الرد السريع، اللولو من خوجة، محاولة التمرير، الكرة عالية والرأسية الجميلة من اللاعب عماد الحموي، ولكن ساهر الشاكر أقرب إلى هذه الكرة. ساهر الشاكر أقرب إلى هذه الكرة. ربما يعني عماد لا يستطيع أن يلعب برأسه، لذلك كانت هذه الكرة يعني خوفا منه لعماد الحموي، لم يحسن استغلالها. كرة أهلاوية، بطل موقعة اليوم حسن صاحب التسجيل الهدف الأول في هذه المباراة. إلى النهاية تحرك الجمهور الأهلاوي، بل وتحرك الهجوم الأهلاوي، وتحرك الهواش الأهلاوي. هنا الكرة خطأ، يعني شوف التبديلات التي قام بها الهواش، حركت من وكان هناك نجاة هجومية أثمرت مرة ثابتة على ركلة الجزاء. هنا الكرة تلعب إلى عماد محاولة لعماد. هذه الكرة الحكم أيضا للخطأ لمصلحة نادي تشرين.
خطأ لنادي الشرقية، ركلة ثابتة جديدة. إذا ركلة ثابتة جديدة لمصلحة نادي تشرين. يعني إن أراد تشرين الخروج ولو بنقطة من نقاط هذه المباراة أن يحسن من مردوده الهجومي، لا نشاهد هذه النجاعة الهجومية لنادي تشرين، على عكس نادي أهلي حلب يحسسك أنه يريد الفوز والثلاث نقاط. دعونا نتابع اللولو البديل، اللولو في هذه اللقطة، اللولو يلعب هذه الكرة ولكن تقطع من حائط الصار، جانبية تشرينية مجددا. تلعب من جديد الكرة، مصلحة تشرين عالية، عماد الحموي ما بيحسن استغلالها. لقطة الإعادة للمسة اليد ربما لحسن أبو زينب أم ناصر مصطفى. إذا عودة إلى المباراة، كرة عالية رسالة إلى حارس المرمى شاهر الشاهر. هذه لقطة الإعادة، ربما باسل المصطفى، شاهر الشاكر يلعبها لي عبد الرزاق محمد. أداء الأهلي حلب، هنا الدهان ربما يذهب إلى نادي الوحدة الإماراتي أنس دهان. إذا حسن دهان هو من سجل في جبل أول اليوم يسجل، ومن ركلة جزاء هنا وركلة جزاء هناك. هناك تبديل اضطراري أم تبديلين ربما أيضا من جديد. الهواش يريد قتل المباراة ربما بتبديلات أخرى. حمزة الكردي الرقم 21. حمزة الكردي هنا الحكم ربما يعطي استراحة لمدة دقيقة. إذا اللاعب على أرضية الميدان هنا أيضا أشاهد غير حمزة، أشاهد فواز بواضرشي. إذا أول التبديلات هو خروج لحسن دهان. هل لا يستطيع إكمال المباراة حسن دهان؟ إذا لا يستطيع إكمال المباراة حسن دهان. نزول للاعب رقم 11 فواز بوادرجي، وأيضا خروج لرقم 47 محمود العمر، ونزول للاعب رقم 21 حمزة الكردي. إذا 4 تبديلات، باقي فترة واحدة وتبديل وحيد لنادي أهلي حلب بيتركوا الهواش مع الدقائق القادمة من عمر هذا الشوط. هنا انتصف شوط المباراة الثاني. ها هو اللولو. أيضا أشاهد خيارات بركات قليلة نوعا ما على عكس الهواش. هنا الكرة أيضا تقطع تشرينية الكرة، تصل الكرة إلى 8. الخوجة لاعب على أرضية الميدان. بالسلامة سيستأنف اللعب رمية جانبية لنادي أهلي حلب، لكن ربما أو بالتأكيد نادي أهلي حلب راح يعيد أكيد تشرين. إلى حارس المرمى عمر خديجة. المعادل ركلة الجزاء حسن دهان على يسار حارس المرمى عمر خديجة.
ويسجل أول أهداف هذا اللقاء لحسن دهان ومن ركلة جزاء. هذه النتيجة تصل بأهلي حلب إلى النقطة 19، يبقى وصيفا أيضا الوحدة يصل إلى هذه النقطة أيضا بتقدمه حتى هذه اللحظة. سنتابع أكيد معكم عن طريق أخونا علاء إذا كان هناك أي تعليق عن نتائج المباريات الأخرى. هنا الدهان تقطع من جديد، شوف يعيد الدهان إلى الخلف. محمود النايف، محمود يتقدم يلعب للدهان لمحمود، يسدد هذه الكرة على يمين عمر خديجة. إذا 19 دقيقة متبقية على نهاية شوط المباراة الثاني والمباراة. أيضا هناك الكروما على أرضية الميدان. الكروما كثرت الإصابات البحارة التشرينية، إذا ربما يحتاج إلى النقالة. لا يستطيع كروما أن يكمل هذه المباراة. إذا نتابع معكم هل هناك تعديل على نتائج المباراة؟ لا تعديل. سلام يا كروما، سلام. سلام يا كروما الذي يخرج مصابا، واللاعب البديل القادم لتشرين بدلا لكروما اللاعب رقم 15 أنيس قاسم. أنيس قاسم اللاعب رقم 15. تشرين لم تفعل الفارق حتى اللحظة، عكس تبديلات نادي أهلي حلب. هي خيارات هذا يعطيك تحضير ذهني، تحضير بدني، تحضير لمنافسات الدوري من قبل نادي أهلي حلب في هذا الموسم. الجولة 11 والأخيرة التي ستنطلق يوم الأربعاء القادم تاريخ 2/7 تقيم شملة الشعلي والجيش، الكرامة والوحدة، حرين وأهل حلب، تشرين والطليعة، والشرطة والوحدة. وهناك لقاء يوم الثلاثاء، أيضا هناك لقاءين متفقين وأهل حلب والوحدة مؤجلين لجولة 4 و5. هي اللقاءات المؤجلة أيضا لدورنا، ما سيتأهل للبلاي أوف للمرحلة النهائية الذي ستقام في دمشق في تاريخ من الشهر السابع. نعود بعد هذه اللقطة محاولة المرور، كرة عرضية وسهل هذه المرمى أيضا لعمر خديج. يتألق عمر في الزود عن مرمى فريقه. هنا الكرة تقطع من جديد من البيريتش. أيضا هنا الكرة خطأ على النايف، طبعا بتاريخ الشهر السابع 6 و9 و12 6 7 9 7 12 7 هي اللقاءات للبلاي اوف. طبعا يحصل الفائز او في المركز الاول يصعد في جملته 4 نقاط، الثاني في جملته 3 نقاط، الثالث في جملته نقطتين، والرابع في جملته نقطة واحدة إلى مرحلة البلاي اوف. هناك كرة عالية محاولة لمصلحة نادي تشرين، لكن تقطع الكرة شاهر بعيد عن الخطورة. الكرة مجددا لحسن أبو زينب، ما زالت كرة والدهان يلعب كرة من جديد، محاولة ولكن تقطع. ماذا تفعل يا رافت مهتدي في هذه اللقطة بمواجهة المرمى؟ رافت لكن يخطئ. تعود الكرة أنيس قاسم الرقم 15 البيريش إلى أنيس إلى التتان، عبد الله تتان
عبد الله يلعبها للاعب 15 انيس ولكن تقطع. تعود الكره لعلي زكريا، شوف الخطوره، تصل لعلي من جديد. علي زكريا ايضا تقطع من دفاعات من حمزه، من اللاعب زكريا حنان عفوا، الى النايف، النايف الى احمد الاشقر. تصل الكرة إلى النايف، يلعبها إلى عبد الرزاق محمد وحمزة الكردي. حمزة بيلعبها حمزة لمصلحة اللاعب رقم 17 أحمد الأحمد. المحمد إلى حارس المرمى شهر الشاكر. شهر الشاكر يلعب كرة البيريش يبعدها، الخطورة القائمة ولكن رأسية اللاعب رأفت مهدي، ولكن سالي حارس المرمى عمر خليج. ربع ساعة فقط متابعينا الكرام هي المتبقية على نهاية أحداث هذه المباراة. ما زالت النتيجة تشير إلى تقدم نادي أهلي حلب بركلة الجزاء عن طريق حسن دال في الدقيقة 63، وسيرفع أهلي حلب رصيده إلى المركز وما يبقى في المركز الثاني برصيد 19 نقطة مع تبقي المباراة مؤجلة، بينما يبقى نادي تشرين في المركز السابع برصيد 11 نقطة. طبعا سيلاقي تشرين نادي الطليعة في الجولة الأخيرة، بينما أهلي حلب يواجه حطين في مباريات الجولة الأخيرة. هنا الكرة خطأ أيضا من الدفاعات. نتكلم أيضا عن دوري الدرجة الأولى المجموعة الشمالية والجنوبية، وتأهل أندية حرية خطاب الشرطة جهاد للتجمع الذي سيكون بعد 3 أيام من الآن يوم الاثنين في استاد إدلب. الحرية يلاقي خطاب والشرطة يلاقي الجهاد وبطاقتين نحو العبور إلى دوري الأبواء. هناك أيضا المجموعة الجنوبية. تحدثت عن الشمالية لأنها واضحة، وهناك خطأ في منتصف الميدان. لا انذارات من قبل قاضي المباراة الكابتن مروان عواد في هذه المباراة. إذا لا انذارات. ولا الكرة تلعب من جديد. الكرة مصلحة اللاعب رقم 18 الدهان يكره يلعبها الكرة ما زالت قائمة. تصل من جديد كان البوادقجي على خطر ولكن تقطع، تعود لأحمد الأشقر. أحمد الأشقر يحافظ على الكرة، يمرر أحمد لمن هذه الكرة ساري إلى حارس المرمى عمر خليج. إذا الكرامة يبقى متصدرا برصيد 21 قبل بداية هذه المباراة، لكن الآن نتيجة التعادل الإيجابي بين الكرامة والطليعة. هل هناك تعديلات على المباريات؟ لا تعديلات حتى اللحظة. وبالتالي الكرامة يرفع 22 يبقى متصدرا للدوري. هنا الكرات التشرينية في الدفاع. كرة من جديد تلعب عالية بسيطة لمصلحة تتا، مررها إلى مصلحة محمد لولو. محمد لولو مع لولو يتقدم بعمل التنتان ويحاول التسديد ولا شيء. يقول حكم مباراة علي زكريا. شوف الكرة من أحمد مرتدة أهلاوية. أحمد الأحمد بالعمل الدهان إلى أحمد الأحمد سوء سلوك مع بطاقة صفراء. هي أولى البطاقات الصفراء بسوء سلوك قبل يا أحمد يا أحمد. لقطة مميزة بين أحمد وأنس دهان، والحكم مروان يقول خطأ تمثيل سوء سلوك تندرج العقوبة تحتها انذار وبطاقة صفراء على أحمد الأحمد في هذه النقطة. إذا هنا عمر خليجة في التنفيذ. إذا يستأنف اللعب. كرة عالية تقطع أيضا من الدفاعات، محاولة وأيضا خطأ أيضا على اللاعب أنس دهان. إذا هناك يعني الكابتن
من مروان. الحديث مع الحكم الرابع ليث الدهموش. إذا هناك إنذار ربما أو تنبيه. الكركر وبطاقة صفراء لمحمود كركر. بطاقة صفراء لمحمود كركر. إذا بطاقة صفراء لمحمود كركر مدرب حراس نادي آل حلب. إذا بطاقة صفراء. إذا تلعب من جديد الكرة. شوف الصالح تلعب يدي أيضا. تلعب الكرة إلى شاهر الشاكر. إذا ما حدث الآن هنا البطاقات الصفراء كانت لنادي آل حلب، وأيضا البطاقة الصفراء الثانية لمدرب الحراس محمود كركر للاعتراض على هذه الكرة. تعود للولو. تشرينية الآن، هل يغير تشرين من لعبه؟ ما واضح. تشرين راح يعود للمباراة لنلعب ونرى هذه الكرة، إلا إذا كان هناك تغيير في السيناريو. ها هو البريش بيجهز لنفسه بيسددها. تعود الكرة من جديد. كرات قليلة هذه المرة. عماد الحموي، ولكن على يسار شاهر الشاكر. تمر بسلام على آل حلب. الحذر من تشرين. بأي لحظة ممكن يعود تشرين، ربما يكسر من القاعدة، ولو أنه غير بمستوى مميز إنما يستطيع التسجيل ويعني خربط حسابات اللعبة من جديد. إذا الكرة إلى شاهر الشاكر. تلعب الكرة العالية. الخوجة. شوف اللولو. تشريني. اللولو تبدأ الخطورة من اللولو في كل كرة تشرينية. هنا لقطة الإعادة للمحاولة والخطأ الذي طالب به أكيد لاعبين تشرين والكبر تحديدا. إذن عودة من جديد متابعينا الكرام للخط الخلفي لمصلحة لاعبي نادي آل حلب في المنتصف. عودة من جديد. إذا ردها شاهر الشاكر إلى إبراهيم الزين. تصل إلى اللاعب رقم 11 هناك فواز بوادقجي. إلى من هذه اللقطة؟ تشرينية. اللولو عودة للخلف. شوف الكرات المميزة ولكن تقطع. ما زالت الخطورة حائمة. كرة عالية. رأسية من؟ إبعاد من الدفاعات. وصل من جديد الكرة. هنا الخطأ يقول حكم المباراة. الكرة لمصلحة لاعبين التشرين. ايضا هنا ليش التفاهم، سوء التفاهم اللي عم نشوفه. اذا في التنفيذ الان هنا حمزة الكردي رقم 21. تصل الكرة عالية ايضا مبعدة في الدقيقة 85. الكرة من جديد محاولة تشرينية. تصل الى اللاعب ايضا حمزة الكردي بيلعب الدهان محاولة من الدهان من جديد. إذا
إذا حمزة الكردي في التنفيذ إلى الدهان هل يستطيع نادي أهلي حلب أن يقتل المباراة بهدف ثاني؟ نتابع ماذا يحصل. فواز بوادقجي يمرر الكل لزكريا الذي يلعب الكرة ويستلم إلى حارس المرمى عمر خديجة. عمر يلعب الكرة إلى منتصف الميدان، لاعب على أرضية الميدان إلى زكريا الذي يبعد الكرة. زكريا حنان للاطمئنان على سلامة اللاعب أو سلامة أكيد اللاعب أنس دهان. بالسلامة يا أنس. هناك تبديل الآن، هل سيخرج الدهان؟ إنما البديل هو أحمد الكالو. توقع أحمد الكالو بدلا عن فاصل بدلا عن الدهان أحمد الكالو. الرقم 66 يلعب في الدقيقة 87. آخر تبديلات أهلي حلب وخامس تبديلات. إذا نزول أحمد الكالو وخروج للاعب أنس دهان. كرة من جديد إلى حارس المرمى شاهر الشاعر. كرة عالية وبعدها من القطية تشرينية. القطية يلعبها إلى اللاعب أنيس قاسم البيريش والقطية وأنيس الثلاثي. أيضا تقطع هذه الكرة تصل إلى اللمسة الأولى للكالو، يعود بها إلى الوراء إلى شاهر الشاكر. شاهر بيلعب كرة إلى الكالو تصل إلى حنان زكريا حنان إلى لاعب هناك فواز بوادقجي. الحنان وبوادقجي عودة إلى الخلف. الاستحواذ، السيطرة، تناقل الكرات، تمضية الدقائق الأخيرة من عمر هذه المباراة. هنا الكرة لا يستطيع البوادقجي اللحاق في هذه الكرة. إذا أن هناك رمية جانبية تشريعية. نلعب في الدقيقة 89 دقيقة على نهاية الوقت الأصلي لهذه المباراة. الحكم المباراة أعلن عن 3 دقائق في شوط المباراة الأول. ماذا سيعلن في شوط المباراة الثاني؟ وهو رأفت مرتدي وخطأ على رأفت مرتدي. يرتكب حسن أبو زينب. إذن الركلة الثابتة في التنفيذ. أحمد الأشقى يلعب كرة. إبراهيم الزين. إبراهيم الزين من جديد يعود إلى شاهر الشاكر. أيضا تلعب رأفت مهتدي. الكرة أفضلية يعطي حكم المباراة. تعود من جديد الكرة لمصلحة لاعبي نادي أهلي حلب محاولة التقدم، ولكن تقطع هذه الكرة. إذن الوقت المضاف ما هو حكم المباراة عمر خديجة. تبديلات نادي أهلي حلب انتهت، تبقى تبديلات لنادي تشرين. إذا 6 دقائق الوقت البديل عن شوط المباراة الثاني. إذا 6 دقائق. كرة من جديد النايف يعيد الكرة الخلف تصل لأحمد الأشقر. 6 دقائق أخيرة. خطأ في منتصف الميدان، خطأ لنادي أهلي حلب.
السلامة لجميع اللاعبين. هناك حطين يتقدم على الشرطة في ملعب الصالة في طرطوس بهدف في الدقيقة 57 أتى الهدف. إذا الحطين يتقدم على الشرطة بهدف. إذن الست دقائق التي أعلن عنها حكم المباراة كيف ستمضي؟ هدفا ثانيا، هدف التعادل، كيف ستتوزع النقاط؟ حتى اللحظة النقاط الثلاث هي في جعبة أهلي حلب ليبقى في مركز الثاني ويعزز وصافته برصيد 19 نقطة، فيما يبقى نادي تشرين في المركز السابع برصيد 11 نقطة. إذا نعود إلى أرضية الميدان. يستأنف اللعب الآن. هناك النايف إلى عبد الرزاق محمد. الكالو أحمد إلى فواز بوادقشي يمر البوادقشي، يحاول التسديد بوادقشي ولكن تقطع من دفاعات تشرين. ما زالت الخطورة حائمة. ها هو النايف إلى الخلف إلى إبراهيم. شوف عبد الرزاق محمد إلى شاعر الشاكر، وكأن يعني نادي أهلي ونادي تشرين هو الذي فاز بهدف. هنا الكرة تعود الكرة ومسددة وسهلة إلى حارس المرمى شاهر الشاكر. عمر خديجة حارس المرمى عمر خديجة نادي تشرين. البيريش إلى أنيس قاسم. ما زال الكرة مع أنيس وجانبية تشرينية. تلعب من جديد الكرة للتتان. ما زالت الخطورة. النايف بين لاعبين لا يقول شيء حكم المباراة. هنا البيريش يعيدها إلى الخط الجهة اليسار إلى رقم 10 أحمد الدولي الذي نزل بديلا. أحمد الدولي هنا أيضا تعود إلى بيريش. يلعب الكرة تسلل واضح على اللاعب مهاجم نادي تشرين عماد الحرب. إذا شاهر الشاكر في التنفيذ. شاهر الشاكر يلعب هذه الكرة لمصلحة لاعب رقم 11 هناك فواز البوادقجي إلى الكالو أحمد، ولكن خطأ لمسة يد على لاعبين نادي تشرين. الخطأ أيضا نادي تشرين. تلعب من النايف. الهدوء في الدقائق التي لا تحتاج إلى الهدوء من قبل البحارة، تحتاج إلى مواج من قبل البحارة من أجل يعني ولو الخروج بنقطة، لكن وكأن نادي تشرين استسلم للأمر الواقع والأهلي اكتفى بهدف. هنا رأفت مهتدي. رأفت بعيد الكرة إلى الخلف لمصلحة هنا 1-2 جميلة جدا. محاولة التمرير مرة أولى وثانية ولا شيء يقول حكم مباراة. تقطع من الدفاعات التشرينية. الكرة ما زالت أيضا هنا الكرة من بيريش. أيضا هنا الكرة ما زالت حائمة ورمية جانبية أهلاوية. وهذا في الدقيقة الخامسة من الوقت المحتسب المضايع المقدر ب6 دقائق. يعني أتوقع سيضيف دقيقة عن الوقت المضاف من أجل الإصابة التي كانت محمود النايف. هنا الكرة تلعب من جديد للمهتدي. أيضا تقطع الكرة يتركها حمزة الكردي جانبية من جديد. حمزة تنفيذ الرمية الجانبية من جديد لرأفت مهتدي. رأفت بده يحاول نفسه. الكرة مجددا ما زالت كرة كانت مع أحمد لكن تقطع. رأسيل النايف يذهب هناك من بعيد. النايف محمود بيلعبها للاعب أحمد الأشقر. شوف الضغط.
المتواصل جانبية أهلاوية، يعني نصف دقيقة وسأضيف أنا دقيقة من أجل الإصابة التي كانت مع الدقيقة الأولى من الوقت بدل ضايع. واللحظات الأخيرة وسط صافرات نادي آل حلب جانبية من جديد أهلاوية. من هنا خلاص وكأن نادي تشرين استسلم للأمر الواقع، وآل حلب يعزز وصافته ويصل نقطة 19. هدف حسن الدهان الوحيد، كافيين للنقاط 3 لنادي تشرين. تلعب من جديد الكرة لمصلحة محمود النايف، التقدم محمود، ما زالت الكرة مع محمود يحاول كسب ولو خطأ لكن تقطع هذه الكرة. عملية الدريش تكاد تكون الكرة الأخيرة التشرينية. الدريش من عمل اللولو فاجئ اللولو هذه التسديدة ولكن خارج أرضية الميدان. وللتوقيع لمروان عواد صافر 2 احداث الشوط الثاني من المباراة. 3 نقاط لنادي آل حلب، لا شيء لتشرين في هذه المباراة. تعزيز وصاف في نادي آل حلب، لا تعديل على النتائج الماضية. الأربعاء القادم عدنا مع الجولة الأخيرة. كل التحية للسادة المتابعين من نبض الملاعب، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.